المعماري والثقافي والديني والتاريخي لبورسعيد. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الباحث الأستاذ أحمد السيد العسوي، عضو لجنة التراث والتاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة ببورسعيد وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. منورنا يا فندم. اهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير. في البداية عايزين نتكلم ونعرف السادة المشاهدين الفرق بين التراث والتاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم بخير ومصر كلها بخير وفخامه السيد الرئيس بخير. طبعا التاريخ والتراث في ارتباط واختلاف في نفس الوقت. التاريخ طبعا ثابت، ما يقدرش حد يغيره خالص مهما حدث، ولذلك تجد في صعوبه للمؤرخ ان هو يجيب الدليل والوثيقه والمعلومه علشان ما الى الساده التراثيين بتحريف. يعني التاريخ المؤرخ بيقدر يثبت حقيقه واقعه حدثت قبل ذلك باعوام، وفي مؤرخ بيحضر الوقت بتاعه في زمنه، بتاخذ منه المعلومه كوثيقه نقدر احنا نرجع لها اي وقت. ده بالنسبه للتاريخ. لكن التراث فيه بيبقى شبه انحياز للأجداد أو أفعال الماضي بصورته اللي ممكن تكون خرافية أو أسطورية. يعني ممكن احنا نشوف حاجات تراثية في تراثنا هي ملهاش واقع لأن هي خرافة، ولكن تحدث بها بعض المتحدثون بالماضي فأصبحت في الإرث بتاعنا أو التراث بتاعنا. فعلا. وارد يبقى في حاجه في التراث مش ما كانتش موجوده في الواقع. بالظبط. هي خيال. بالظبط. وممكن حكايات. توصل لاسطوره كمان. ممكن توصل لاسطوره. لكن التاريخ زي ما قلنا لحضرتك ان هو ثابت، ما يقدرش حد يغير فيه اي شيء يعني. طيب التاريخ، ممكن حد يقول لنا احنا ممكن نبدا نكتب التاريخ امتى؟ يعني بعد كام سنه نبدا نقول ان الجزء ده في الحياه كان تاريخ ونبدا نؤرخه نكتبه ونوثقه علشان الاجيال الجديده؟ لا، هو التاريخ في فرق ما بين التاريخ الحاضر والتاريخ الحالي. التاريخ الماضي نقدر نقول زي ما قلت لحضرتك بالوثيقة والمعلومة وتأصيلها ومدى صلاحية المتحدث بيها. وهنا بناخد منها يعني تعرضنا لهذا الموقف في توثيق مثلا تاريخ قناة السويس. فاحنا بنشوف الفترة اللي هي مضت من حوالي 150 سنة ايه اللي حدث في حفر قناة السويس. ففي ناس طبعا عصروا هذه المرحلة وتحدثنا فيها عن ما حدث خلال ال10 سنوات الأولى من تاريخ حفر قناة السويس. طبعا الحالي بقى حاليا من واجبنا ان احنا ننقل بحيادية وشفافية للسادة المؤرخين عن ما يحدث في هذا الزمن من تاريخ وتوثيقه. وهذه هي رسالة المؤرخ أو رسالة الباحث، أنه بيؤرخ ويصدق على ما يحدث في التاريخ. وطبعا مش هينشر معلومة والناس كلها هتغفل عنها خاطئة، لأن الناس حضرت التوقيت ده. بالظبط. ولذلك ما يقدرش أنه يتلاعب في التاريخ مهما حدث. لكن التسجيل والتوثيق للفترات وارد يتم في وقتها في حين. طبعا يعني. طبعا. ما هو المؤرخ هو من حضر. أما في الماضي فإحنا بنأخذ عنه. نأخذ عن فلان وفلان وفلان. طيب ازاي نقدر نحافظ على تراثنا؟ والله طبعا التراث ده شيء جميل جدا، وخصوصا التراث المصري بتاعنا، لأن في التراث متعدد. يعني عندنا تراث معماري وتراث فني وتراث ديني وتراث شعبي وما إلى ذلك. أولا محافظة على التراث إن حضرتك تبدأ تعد له المتاحف التي توثق وتشرح كيف نحافظ على تراثنا من خلال هذه المتاحف. وأيضا دايما نحافظ على تراثنا القديم بأن احنا نعمل ندوات واجتماعات خاصة بهذا التراث ونحييه بهذا الشكل. أيضا ان احنا بنعمل تقدر تقول حضرتك ايه المعارض الدولية او المعارض الخاصة اللي بتتعمل في المدن بالنسبة لنا احنا، وممكن ان هي تجوب العالم. يعني لو احنا سافرنا في دول العالم هنقدر احنا نعرف او ننشط التراث المصري من خلال هذه المعارض ومن خلال هذه المتاحف الحاضرة في هذا الوقت.
طيب إذا تحدثنا بقى عن مدينة بورسعيد، فالجزء الخاص بالتراث بتاع مدينة بورسعيد، ما هو التراث الذي نشأ مع مدينة بورسعيد؟ بورسعيد قصة وحكاية. مم. احنا بنقول عليها الباسلة، ولقبت بالباسلة. بورسعيد أنشئت طبعا مع ضرب أول معول لقناة السويس، والكلام ده كان 25 إبريل 1859، مم. وكان يوم اثنين، يوم شم النسيم، وكان أعتقد في رمضان 21 رمضان. فكانت زي ملحمة آه، نحيي من خلالها مدينة بورسعيد وقناة السويس. مم. طبعا بورسعيد من يعني نقدر نقول حضرتك مميزاتها الجميلة أو من حظها الجميل إن في ذلك الوقت كانت الحضارة الثقافية الأوروبية في أوجها. لما بدأت الحضارة تنشط في المجتمع الأوروبي في القرن ال 18 وال 19، بدأت فيها ثروة في المعمار وثورة في الفن وما إلى ذلك، وانتقلت هذه الحضارة مع حفر قناة السويس بضرب أول معول في قناة السويس في بورسعيد، إن تعددت الأجناس بتواجدهم من خلال نقطة تمركز لعبور قناة السويس في شمال شرق مصر. مم. فبدأ الإيطاليين الإيطاليين واليونانيين والفرنسيين وجميع أعتقد جنسيات العالم كله يتجمع في هذه المنطقة، وبدأت طبعا التراث ياخد مجراه من معمار. يعني نشوف حضرتك بنيت عمارات على أعلى مستوى مثل عمارة لويس كولوفيتش، دي من أجمل وأنا كنت عاطل طب في بتتعرض صورة صور ليها. واحنا بنتكلم العمارة دي كولوفيتش طبعا من أجمل وأرقى وأعلى العمارات الموجودة في ذلك الوقت. وهذه العمارة يعني نقدر نقول حضرتك المصمم بتاعها راجل على مستوى العالم، مش هنقول على مستوى مدينة بورسعيد بس. والطراز القوطي اللي بدأ في بورسعيد طبعا ده استردنا من مدينة البندقية. مم. بني من خلالها فيلات مثل فيلة فرديناند في بورسعيد عندنا. هي مش خاصة بفرديناند ريسيبس، لكن أطلق عليها كده نسبة لآنسة كانت موجودة في ذلك الوقت. مم. فالفيلا دي بنيت طبعا على الطراز القوطي، وطرازات متعددة في المباني مثل طراز الباروك وطراز الباروكوكو. وهذه الطرازات استلهمها بعض الفرنسيين بالنسبة للمثلا نقدر نقول التراث الديني، لأن في مباني دينية فخمة جدا في بورسعيد مثل الكاتدرائية طبعا باسم ستنا مريم العذراء. طبعا شيدت كل حاجة بتفاصيلها، لها يعني طول صحيح. في الوقت. فده لو اتكلمنا عن التراث المعماري لبورسعيد، بالظبط. فيلا دي ليسيبس ومجموعه من الطرازات المختلفه. طيب الفني والتاريخي والديني، يعني بورسعيد ليها اكتر من تراث الحقيقه. هو اولا تصحيح للمعلومه، هي مش فيلا دي ريسبس، احنا بنقول حضرتك انا هي اقصد ما فيلا يطلق عليها. لكن في طبعا قنصليات انشئت في نشأة بورسعيد، يعني زي القنصليه الايطاليه، القنصليه الفرنسيه، القنصليه الانجليزيه، القنصليه الامريكيه. ودي طبعا كانت مراكز، لان طبعا عبور قناه السويس كان محتاج ان انت تاخد تاشيره عشان تقدر تطلع من الرصيف بتاعها الى مدن العالم او دخولها في نفس الوقت. فطبعا كل تصميم بدأ يختلف عن التصميم الثاني، لأن ده انطباع الجنسية الخاصة بالقنصلية. ولكن نجد في مبنى مثلا زي مبنى نقدر نقول إدارة هيئة قناة السويس ببورسعيد، اللي هو نقدر نقول عليه القبة. هذا المبنى تراث فريد جدا من نوعه، صحيح. لأن أخذ شكل القباب حتى أطلق عليه مبنى القبة. هذا المبنى تم إعادة برضك ترميمه، هذا موثق كمبنى أثري. ونجد الطراز الجميل اللي هو طبعا الأقواس اللي موجودة فيه في المباني والأعمدة اللي موجودة فيه. نجد المباني اللي طبعا الإسلامية التراثية زي مسجد التوفيقي ببورسعيد. المسجد التوفيقي طبعا يعني أنشئ حوالي 1885، والمسجد العباسي برضك أنشئ سنة 1904، أخذ الطراز الإسلامي العربي. هذه المباني طبعا في منهم اعاد ترميمها زي المسجد العباسي ببورسعيد. نجد برضك في بعض الكنائس زي سانت اوجيني
الكنيسة دي طبعا موجودة في ميدان المنشية ببورسعيد، لها الطابع التراثي التاريخي من شكل النوافذ ومن شكل القباب ومن شكل الأعمدة وانت داخل حضرتك فيها، ولا طبعا شرحها بتفاصيلها، ولكن كان يسمح لي الوقت ان ممكن اشرحها يعني. طيب ده الديني. كمان التاريخي اتكلمنا عن الجزء الخاص، ممكن نعتبر التاريخي هو كل ما ذكر. نعم. لان هو في جزء منه تاريخي زي المبنى بتاع هيئة قناة السويس، زي نعم. الكنيسة، زي كل الحاجات دي. في تراث شعبي نعم. مرتبط باحتفاليات زي احتفالية شم النسيم، زي مظبوط. حرق عروسة الليمبي، الليمبي، صح كده؟ طبعا. في تراث مرتبط بحاجات كتير برضه. مظبوط يا فندم. هو طبعا لو جينا اتكلمنا عن التراث احداث شم النسيم، على فكره دي قريبه مش بعيده، احنا بنتكلم عن نشأة بورسعيد ونشأ معاها التراث بتاعها. في بردك انا نسيت اقول لحضرتك او للساده المشاهدين ان في عندنا اكبر مبنى خرساني او اول مبنى خرساني في العالم كله، وهو فنار بورسعيد. اول مبنى خرساني تم فيه اعمال اللي هي بنقول عليها في المعمار المونه والاسمنت والزلط، ما كانش فيه هذه الصيحة في ذلك الوقت إلا أنشئت مع بداية بورسعيد اللي هو فنار بورسعيد. عايزين أقول لحضرتك برضك من ضمن المباني التراثية اللي هي طبعا أنشئت مع نشأة مدينة بور فؤاد، وهي طبعا نشأت سنة 21 ديسمبر 1926. الفيلا اللي موجودة طبعا استراحات وإقامة لموظفين هيئة قناة السويس، وهي موجودة حتى الآن، تعتبر من التراث المعماري الفريد من نوعه والجميل من نوعه. وتصميم الشوارع والطرق التي تؤدي إلى مكان واحد ينظر إليه الناظر كأنه هو نفس الشارع. لذلك حضرتك ده تصميم نقدر نقول عليه فرنسي شوية. لو احنا حافظنا على هوية هذا التراث هنحافظ على تاريخنا، لأن احنا طبعا لو تكلمنا وتحدثنا عن التراث، التراث بيتغير بتغير الناس وبتغير الأحداث وبتغير الزمان. زي ما قلت لحضرتك انت، الليمبي ده وقعة طبعا اللي هو طبعا كنا بنجيب دمية وبنحرقها على أساس في شم. بس هي من 60-70 سنة الحكاية، فهو بالزبط. شوية ممكن يبقى تراث لجيل قريبا. مظبوط. ممكن مع التوارد مع يعني مع اختلاف الأعمار ما يبقاش موجود. هو ده حقيقي. ولكن احنا بنقول دي هي شخصية حقيقية تحولت إلى شخصية نقدر نقول إلى دمية كرتونية حاجة كده. وطبعا في تراث تاني نقدر نقول عليه من التراث الفني الجميل لمدن القناة عامة وبورسعيد خاصة. في ايه؟ ان لما بدأت تاريخ حفر قناة السويس، طبعا عمال الحفر كانوا بيستلهموا الفنون بتاعتهم من اماكنهم. يعني كانوا ابناء الصعيد اللي كانوا بياخدوهم من الزراعيين وما الى ذلك لحفر قناة السويس، وكان تعدادهم حوالي يعني في ذلك الوقت كانت مصر كلها حوالي 4 مليون نسمة حاجة زي كده، وكان في 2 مليون شاركوا في واستشهد منهم 120,000. فكانوا بالليل بعد حفرهم يوم الشاق يستغلوا هذا الوقت في ذكر، وكانوا يعملوا حلقات من الذكر، وكانوا يجيبوا بعض الاطباق اللي هي اللي اخذ شكل القصعة شوية، اللي هم الصعايدة يجيبوا شكل القصعة ويشدوا عليها الخشب اللي هو كان بتاع المعول، يتحط من الجنبين ويتشد من، بيعملوها بطريقة اللي هم اخدينها اصلا من التاريخ الفرعوني القديم. فاستلهموا هذه الفكرة واستخدموها وسموها سمسم، ثم تحرفت الى كلمة السمسمية حاليا الوقت. طبعا ده تراث كان بيهون، يعني هي اصلها جايه من الناس اللي في الصعيد، لان واخدينها من الفراعنه بالادوات اللي كانت متاحه وقتها، القصعه اللي كان بيتحفر بيها وبيتحط فيها الرمل. هم طبعا ليها كذا طريقه، ولكن هم حاولوا بالطرق اللي كانت موجوده معاهم ان هم يستغلوا هذا، وبعد كده تطور الشكل للسمسميه الشهيره دلوقتي، تطورت الى السمسميه، طلع احلى الالحان. صحيح. ومن الجميل بقى ان مدن القناه الثلاثه بيتشاركوا في هذا الفن التراث الشعبي الجميل اللي هو فن السمسميه في بورسعيد وفي اسماعيليه وفي السويس. انت تلاقي نفس الفن. صحيح. ومن الاجمل بقى ان لها صدى جميل جدا في نفوس، مش عايز اقول نفوس الشعب المصري بس، لا ده نفوس الاعداء. لان حضرتك لما كانت حرب الاستنزاف وعمليه احتلال سيناء في ذلك الوقت، كانت السمسمية هي المركز اللي بيضخ
كل الملاحم الوطنية اللي بيتجمع حواليها الشعب وينفر منه العدو، وكانت هي الاستلهام الحقيقي للمواطنين في التنفيس عن ما يحدث من هزيمة، إلى أن أتى النصر من خلال تأدية حاجة تراثية اللي هي السمسمية. في طبعا بعض الحاجات المسجلة بهذا الأمر لغاية النصر، لغاية نصر أكتوبر، ولله الحمد والشكر. صحيح. طيب الجزء الأخير النهارده في اللقاء، إن قناة السويس دايما هي بتربط في الأساس محافظات القناة الثلاث، بورسعيد وإسماعيلية والسويس. التأثير إزاي المحافظات دي اتأثرت مع بعض، أو الارتباط ده كان في المدن الثلاثة مع بعض؟ إيه العوامل المشتركة نلاقيها دلوقتي؟ زي ما قلنا فن السمسمية هو عامل مشترك دلوقتي. هقول لحضرتك حاجة. أولا بورسعيد وإسماعيلية والسويس هي جزء من مصر، وجزء عزيز جدا، ويمكن مش عشان نشأتها قريبا عن مصر، مصر هي التاريخ، إلا إنها جزء من مصر يحاكى به التاريخ. ولو قلنا إن شريط قناة السويس ده بالكامل هو تاريخ، فهو متحف كبير. صحيح. ولذلك احنا لما حضرتك نتكلم عن الفنون الشعبية، هي مثلا بالنسبة لتراثنا هي موجودة وبتتعايش وبتشارك في بعض الملاحم الدولية. يعني كانت أكتر حاجة فرقة الفنون الشعبية كانت مشاركة في مؤتمر المناخ اللي كان في شرم الشيخ في 4/11/22، والعالم كله شافه، أخدت بال حضرتك، وده تراث شعبي اللي احنا نقدر نقول عليه. دي مشاركات على مستوى مصر، مش على مستوى بورسعيد واسماعيليه والسويس. فده جزء من جزء من التأثر. ايه كمان ممكن حضرتك تشوفه يكون مخصوص، تحس ان هو حاجه مخصوصه جوه الثلاث محافظات، هو انشاء المتاحف. لما يبقى في متحف خاص يحاكي تاريخ قناه السويس، وكان ليها السبق لله الحمد ان احنا من اكثر من 20 عاما قد قدمنا لمؤسسه قناه السويس متحف يحاكي تاريخ قناه السويس، والحمد لله ان هو بدأ ياخد صدى على مستوى عالي جدا. الى هو هيتم افتتاحه قريبا، هو في اسماعيليه. لا، هو كان في بورسعيد. انا بتكلم على فترة كانت من حوالي 20 عام. كان فيها سيادة الفريق احمد فاضل تصدق على هذا، وكان بالمناسبة هو كان مبنى اثري اللي تم عرض فيه متحف قناة السويس. وهذا المبنى كان يعني تقدر تقول حضرتك اثناء افتتاح قناه السويس كان موجود، والقنصليه الفرنسيه في نشاه بورسعيد، وبعد كده آل الى مباني هيئه قناه السويس بالكامل من ضمنها الفلل وما الى ذلك. ثم رأت الاداره ان ينقل هذا المتحف الى مدينه الاسماعيليه. وانا لا، طبعا احنا لا نعارض هذا الامر، ولكن نريد ان يكون في كل محافظه من محافظات مصر، وعلى راسهم في أرض ضرب فيها ضرب أول معول لقناة السويس متحف يحاكي فيه تاريخ قناة السويس. صحيح. هو المفروض ان المتحف قناة السويس في محافظة اسماعيلية هيتم افتتاحه قريبا، فان شاء الله بعد ما يتم الافتتاح يكون في جزء فرع اخر او جزء اخر او جزء في الاساس في بورسعيد، وايضا نسخة ثالثة في محافظة السويس، وبعد كده يكون إن شاء الله على مدار مصر كلها. حضرتك عندك ايه الفترة اللي جاية ممكن تكون بتجهزه له علاقة بالتاريخ؟ والله هو في أثناء زيارة سيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة بورسعيد في المركز الثقافي وافتتاحه، تم تكليفي من خلال لجنة أعدت لتوثيق تاريخ ملاحم قناة السويس، وكلفت بتكليف هو توثيق تاريخ قناة السويس. كويس. وبالفعل الحمد لله، وكان معايا الأستاذ ضياء الدين حسن القاضي، ده طبعا حضرتك رئيس لجنة التاريخ والتراث، والأستاذ ضياء أرخ عن بورسعيد تكليفه، وأنا كان تكليفي عن قناة السويس. وإن شاء الله يصدر قريبا بإذن الله كتاب يحاكي ملحمة حفر قناة السويس. من سنة كام لسنة كام؟ هو والله لمدة 100 عام. 100 عام. يعني حاليا 100 عام من بداية الحفر ولا 100 عام من هو والله احنا عملته في شكل عقود. العقد الأول 10 سنوات من 1859 ل 1869. ده سؤالي، هيبدأ من 1859. وعملت سنة تمهيدية قبلها علشان أبدأ أمهد لقناة السويس إن شاء الله بالوثيقة والمعلومة. كويس. وطبعا ده إن شاء الله بإذن الله هيكون
لمسة جديدة في تاريخ قناة السويس بإذن الله. متشوقين ان احنا نشوف الكتاب إن ويكون شاء معانا الله. نسخه ان شاء إن الله شاء لما الله. يصدر الكتاب. حضرتك تشرفنا وتنورنا إن شاء الله. ونتكلم اكتر عن الكتاب وعن المجهود اللي حضرتك بتعمله حاليا في الكتاب. نورتنا وشرفتنا استاذ الله احمد، شكرا يخليك. شكرا جزيلا، شكرا أستاذ وسعدنا بوجود حضرتك معانا النهارده. احنا اللي اسعد، وكل سنه وحضرتك طيب ومصر حضرتك كلها طيب. طيبه بمناسبه تحرير سيناء. كل سنه 25. وحضرتك طيب بخير. الباحث الاستاذ احمد سيد العيسوي، عضو لجنه التراث والتاريخ المجلس الاعلى للثقافه ببورسعيد وعضو الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه بالقاهره. شكرا في نورتنا. شكرا جزيلا. هنطلع لفاصل ونرجع تاني مع حضراتكم، خليكم معنا.